انا اتحولت من ضابط في الصاعقه المصريه لاخطر ارهابي في مصر، وواحد من اخطر الناس المطلوبه امنيا في مصر، وحاولت اغتال النائب العام. اسمع الفيديو للاخر وما تنساش المتابعه. انا اسمي هشام علي عشماوي، اتولدت 1978 في القاهره. دخلت الكليه الحربيه واتخرجت منها واشتغلت في الصاعقه المصريه، وحصلت على تدريب من الولايات المتحده الامريكيه، وكنت من اكتر الضباط الملتزمه امنيا في 2010. وفي يوم وانا قاعد في الوحده جالي تليفون ان والدي توفى، ووالدي كان اقرب شخص لقلبي. دخلت في حاله نفسيه وكنت بتعامل مع اصحابي بطريقه غير ادميه، والمخابرات الحربيه كان عندها علم بكده، وكل يوم وضعي كان بيزداد سوء اكتر من اليوم اللي قبله، وكنت شخص لا يطاق بمعنى الكلمه. وفي يوم وانا بمر بالظروف اللي كنت فيها كنت بصلي في الجامع، وعرض عليا واحد من الجماعه الانضمام ليهم، وفعلا انضميت ليهم وانا شخص كل حماس عايز انتقم من الجيش ومن الدوله، وما اعرفش ايه السبب. وقدمت استقالتي للجيش، والجيش رفض عشان في قوانين بتمنع بعدم الاستقاله. بعد كده رجعت للقيادات تاني بحيله ان انا مريض ومش هقدر اشتغل، وفعلا ده اللي حصل، وحصلت على كارنيه رائد على المعاش، وفعلا جاب لي الاستقاله. وبعد ما جاب لي الاستقاله اشتغلت مكان والدي في الاستيراد والتصدير لفتره مش كبيره لحد 2013 لما تعزل الرئيس محمد مرسي. وبعد عزل الرئيس محمد مرسي قررت الانضمام لانصار بيت المقدس، ومن هنا بدات الحكايه. وكانت من اشهر العمليات ليا كمين الفرافره في 2014، وده كان كمين حرس حدود التابع لكتيبه 14، وراح ضحاياه 28 ضابط وشهيد من الجيش المصري و3 من الجماعات، ومحاوله اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ودي كانت محاوله فاشله. بعد كده ضباط الامن الوطني راحوا عندي البيت ولقوا لبس الميري اللي كنت بستخدمه في العمليه، وده كان اول دليل ادانه ليا. وفي 2015 محاوله اغتيال وزير الداخليه الاسبق محمد ابراهيم، ودي ما شاركتش فيها بس كانت تحت ترتيبي وتخطيطي. ومن العمليات اللي حصلت في مصر تحت قيادتي استهداف مديريه امن الدقهليه، ودي استشهد فيها 16 شخص واصيب اكتر من 150 اخرين. وحافلات الاقباط في المنيا، ودي راح ضحاياها 29 شخص. بعد كده مهاجمه جهاز الامن الوطني في الواحات، وده راح ضحاياه اكتر من 16 شخص. وبعد كده سافرت ليبيا، وكنت بدرب الشباب المصريه والشباب الليبيه على العمليات الارهابيه، وكنت انا المسؤول عن اللي بيحصل في مصر وفي ليبيا في الفتره دي. وبعد كده كنت من اكبر الشخصيات الموجوده في مصر وفي ليبيا، وعملت جماعه لنفسي. وفي يوم وانا بعمل عمليه على ديرنا بالتحديد، وخدت الشباب وتوجهت لحي المغار، اتفاجئت بالقوات الليبيه محاصرانه من كل مكان، وكنت لابس حزام ناسف بس للاسف ما لحقتش استخدمه، وتم القبض علينا في اقل من دقيقه. ما كنتش لوحدي، كان معايا واحد مصري اسمه بهاء علاء، وواحد ليبي من مدينه بنغازي كان اسمه مرعي، وكان معايا 2 ستات، مراتي ومرات واحد صاحبي. وتم ترحيلي لمصر في نفس اليوم، وتم تقديمي للمحكمه في فتره قليله جدا، واتحكم عليها بالاعدام. وفعلا تم تنفيذ حكم الاعدام في يوم 4 مارس 2020. وفي خلال كل اللي حصل ده ما استفدتش بحاجه، انا خسرت دنيتي وخسرت اخرتي وشتت اسرتي، كل ده بسبب الجماعات. رحم الله شهداء الوطن، رحم الله رجال فارقت الحياه بدون سبب، رحم الله شباب فارقت الحياه وبداخلها امل، رحم الله شهداء الوطن، وحسبي الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.